هنعمل مع بعض احلى طريقة لتخزين الطماطم ونستفيد بالرخص اللي هي دي الاسوأ بقى اليومين دول، ونعمل شوية صلصة بقى ايه عظمة. شوفي بقى معايا وصلي على النبي وظبطي نفسك كده معايا واسمعي بقى الفيديو ده، وهخليكي تعملي شوية صلصة عظمة. انا بقى جبت معاكم كمية طماطم مش كتير، كل ما باجي اطبخ طبخة بعمل حوالي 5 كيلو كده واعبيهم مع بعض، عشان انت عارفة طريقة جميلة وسهلة جدا جدا وهتحبيها جدا، وبجد هتقولي انا ازاي معرفتش الطريقة دي من زمان وخلصتها دي. هتخليلك الكمية معاكي متاخدش اولا مساحة معاكي كتير، ثانيا هتفضل معاكي حمرا طول السنة، ثالثا هتلاقيها بجد طعمها كأن الطماطم لسه جاية فريش وانتي عاملاها فريش. عملت بقى كمية حلوة شوية معانا عملتهم بقشرهم وشوية معانا صفتها، دي بقشرها بقى للمحشي وللطبيخ بقى زي السبانخ والحاجات الحلوة اللي بنحط الطماطم فيها في حالها دي.